الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد يا رب على مكسب النهارده. مكسب مهم جدا 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 ومكسب صعب وماتش يعني يقرف وماتش صعب وفريق غلس وفريق رخم وجمهور مال المدرج وحاجات كتيره جدا 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 هنقولها حصلت في الماتش النهارده في عجاله كده عشان ما اطولش عليك. هتكلم في كام نقطه يعني. الحمد لله مبدئيا على الفوز النهارده 3 بونت. الزمالك يفوز على شباب بلوزداد الجزائري في ارضه وسط جمهوره، استاد متقفل بالكامل بهدف اللعيب الظاهره خوان بيزيرا. طبعا الحمد لله والشكر لله انتهى الماتش على خير. هتكلم بس في يعني في كام حته كده. الزمالك مبدئيا التشكيل نزل بيه كابتن معتمد جمال والخطه اللي لعب بيها خطه كويسه وتشكيل كويس جدا، نفس اللي احنا قلناه امبارح في الفيديو بتاع المباراه واحنا بنشرح فيه الخطه المحتمله والتشكيل المحتمل. كان في بس تغييره واحده عملها الكابتن معتمد، انه ما لعبش ببن تايج كباك شمال، لعب بفتوح باك شمال وخلى في نص الملعب لعيب ديفندر زياده اللي هو احمد ربيع. طبعا ده كان متوقع، التامين الدفاعي ده متوقع، تلعب على فريق في ارضه وسط جمهوره، متوقع ان هو الفريق هيبقى اجريسيف وهيبقى عنيف وهيبقى فيه شراسه قويه جدا على المرمى ورغبه طبعا في الفوز. لكن بفضل الله تعالى في الدقيقه 28 بيستطيع نادي الزمالك انه يحرز الهدف الاول عن طريق كوره من فتوح بيلعبها لناصر منسي، اللي عمل نفس اللي احنا قلناه امبارح. احنا قلنا ناصر منسي لازم يطلع يعمل شيفت عشان يسحب معاه المساك ويفضي مكان للي جاي اللي منطلق من الخلف، اللي هو سواء بزيرة او عدي الدباغ، وده فعلا نفس اللي حصل. ناصر منسي عمل الشيفت، طلع فتوح لعب له الكوره. طبعا ناصر منسي فوت الكوره كده او جه يلعبها بكعبه جلد، بس هو فوتها، كان قاطع بزيرة من ورا الباك اليمين بتاع شباب بلوزداد، خدها وراح بيها وبوش رجله الشمال قنبله خدت رجل الحارس وعدت ما بين رجليه، وهدف جميل جدا جدا جدا. 1-0 لنادي الزمالك. بيبدا بعدها نادي شباب بلوزداد يكثف الهجمات بتاعته، لكن بينتهي الشوط الاول اسف على خير الحمد لله بنتيجه 1-0. نيجي بقى للشوط الثاني. انا فوجئت بالتغييره الغريبه العجيبه اللي عملها الكابتن معتمد جمال. خوان بزيرا ده لعيب يخرج من الملعب. طيب هتقول لي حصل عنده اصابه او حصل عنده مشكله، الباك وورد اللي عمله او حصل عنده مثلا مشكله مسك ظهره بتاع، ماشي، اضطريت ان انت تغير اهم لاعب عندك في الفرقه، هو اللاعب المؤثر واللاعب المحوري واللاعب الدينامو واللاعب اللي بيحرك الفريق كله، خوان بزيرا. طيب حبيت ان انت تغيره، انا اعمل ايه؟ المفترض ان انت هتغير وينج ليفت، سواء بقى بتلعب وينج ليفت بتعمل شيفت مع عدي الدباغ تودي ده وينج ليفت وتجيب ده وينج يمين، المهم ان انت هتخرج لعيب وينج مؤثر تنزل مكانه مين بقى؟ كابتن معتمد جمال فاجئنا بينزل احمد شريف. يعني موضوع يعني صعب قوي قوي. انا اول ما شفت احمد شريف اقسم بالله عرفت شكل الزمالك هيبقى عامل ازاي. يعني انت طلعت بزيرة صدمت الناس كلها، انا اول واحد صدمت. طيب هنزل مين مكانه؟ هنزل احمد شريف. ازاي يا كابتن معتمد؟ انت عندك لعيب بره اسمه بنتايج، لو انت مشكله حصلت لبزيرة هسحب بزيرة عشان لو في عنده اصابه ما تتفاقمش او ما يحصلش عنده اصابه نتيجه تدخل عنيف من لعيبه بلوزداد عليه، اللي طبعا خلاص علموا عليه عشان مش هيسيبوه يعمل انطلاقات تاني ولا حاجه. لكن انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا عندي لعيب زي بزيرة في مشكله خرجته على طول اجي في دماغي او اعمل الحركه السهله دي جدا، ده الف ب كوره مش اختراع. هجيب عدي الدباغ اللي انت كده كده بتلعبه وينج ليفت وهوديه وينج رايت مكان خوان بزيرة. وينج رايت دي عدله عدي الدباغ. اوكي طيب هاجي بعد كده هجيب مين؟ هجيب احمد فتوح هلعبه قدام وينج ليفت مكان عدي الدباغ اللي هو راح مكان خوان بزيرة. وهجيب بن تايج انا انزله من بره احطه باك شمال. خلصت. محافظ على قوام فرقتك، محافظ على شكل فرقتك، محافظ على كل حاجه، فرقتك واقفه على رجليها، عارف تطلع بالكوره، عندك لعيبه قدام تقدر تستلم وتعمل عليها محطه وتطلع بالكوره. لكن اللي انت عملته يا كابتن معتمد حطينا في نص ايه، حطينا في تلت ملعبنا بشكل وحش، بشكل وحش. انت احمد شريف مش قادر لا يستلم الكوره ولا قادر يقف على الكوره ولا قادر يباصي ولا قادر يعمل سبرنت ولا قادر يشوف اللعيبه ويلعب لهم كرات بينيه ولا قادر ان هو يعمل افتكاك. لعيب مش موجود، لعيب مش موجود، بل بالعكس هو كان اللعيب الوحيد يعني من ساعه ما نزل اللي عمال يضرب في لعيبه بلوزداد ويجيب فاولات من على من حدود منطقه الجزاء من الملعب كله، من اليمين ومن الشمال ومن قدام. كان احمد شريف تقريبا هو اللي عمل حوالي 4-5 كرات كانت فاول عليه. فخطا كبير جدا يا كابتن معتمد، تغييرتك دي انك تنزل احمد شريف ده كان خطا كبير جدا. انا لو ما عنديش بره بنتايج هقول لك خلاص اوكي يا راجل، انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله، العب فتوح وينج، العب فتوح وينج وعدي وينج، تمام، والعب ببنتايج، العب ببنتايج ورا
تمام، وما مش مشكله، او ما نزلش اصلا بن طيب، ممكن انزل واحد كمان في نص الملعب احطه، اعمل ترابيس ورا، عادي جدا جدا جدا، العب 4-5-1 عادي جدا جدا جدا. لكن اللي انت عملته يا كابتن معتمد كان هيخسرنا الماتش، والحمد لله الكره اللي جت فينا جون طبعا هي بفضل الله تعالى، هي كره هاند بول سليمه جدا جدا، والماده واضحه والقانون واضح ان الكره اذا لمست يد اللاعب وتم احراز هدف، سواء لمسه اليد كانت بقصد او بدون قصد وتم تسجيل الهدف، تعتبر لمسه يد ويلغى الهدف، ده شيء طبيعي حتى في حاله حارس المرمى نفسه. يعني حارس المرمى لو متقدم مع الفريق والكره جت في ايديه ودخلت الجون، برضه نفس الكلام، تحسب هاند بول، لان حارس المرمى طالما خرج من منطقه الجزاء اصبح زيه زي اي لاعب تاني. فطبعا الكره هاند بول، والهدف الحكم بصراحه جنوب افريقيا كان على اعلى مستوى، الحكم النهارده قراراته كلها سليمه 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 على اعلى مستوى، حتى الفاولات اللي اداها على الزمالك كلها كانت فاولات صحيحه وتدخلات عنيفه صحيحه، وكره يعني باستثناء كره او اتنين مثلا كان ممكن لا ترتقي انها تكون فاول، لا ترتقي انها تكون فاول، لكن هي فيها تدخل، لكن لا ترتقي انها تكون فاول، لكن الحكم شابوه. تمام. لما كابتن معتمد بقى لما حس بالضغط اللي ضغطها والشكل الوحش اللي احنا فيه، واللعيبه مش عارفه تطلع بالكره، كل اللعب كله عباره عن كرات اماميه كرات اماميه كرات اماميه، وطبعا شباب بلوزداد بياخدها ويبدا يعمل علينا هجمه تاني واحنا مضغوطين جدا جدا جدا. عمل ايه كابتن معتمد؟ رجع للصح، عمل الصح اللي كان المفروض يعمله، عمل الصح، طلع عبد الله السعيد وطلع فتوح ونزل ادم كايد ونزل بن طايج، وعدل الملعب، عدل شكل الملعب، عدل شكل الملعب، وطلع فتوح يلعب وينج ليفت وخلى بن تايج ورا. طب ما كان من الاول يا كابتن معتمد، من اول الشوط، من اول الشوط كنا ممكن نحط جون تاني، لان شباب بلوزداد زي ما انا قلت لك امبارح برضو في الفيديو، الظاهره بتاعته طايره، الظاهرين طايرين، الظاهرين طايرين، الظاهرين طايرين، والاثنين اللي بيمسكوا كوره عندهم في نص الملعب اللي هو سليم بوخنشوش وبن غيت، الاثنين دول هم اهم اثنين لعيبه في الفرقه، هم اهم اثنين لعيبه في الفرقه. فانت كده كده عندك امكانيه ان انت تعمل اختراقات في ظهر الاظهره اللي طايره دي على طول عن طريق اي كره سريعه، وده اللي حصل في الشوط الاولاني. الجول الاولاني جه ازاي؟ الجول الاولاني احنا حكينا عليه بتاع بزيره، جه بنفس الطريقه، ناصر منسي سحب اللعيب، جه بزيره ضرب اللعيب الباك اليمين بتاعهم، حط الجون. فكابتن معتمد بالله عليك ما تالفش، بالله عليك لا انت ولا اي مدير فني تاني، عشان احنا بنفهم كوره والجماهير بتفهم كوره. انا مش عارف المديرين الفنيين ليه بيصعبوا الامور، المدير الفني ليه دايما بيحب يفتكس ويجود ويصعب الامر على نفسه وعلى الجمهور؟ ليه يا كابتن معتمد؟ وينج عنده اصابه طلع، هنزل مكانه وينج، او ما عنديش وينج هنزل مكانه باك يلعب ورا، وانزل واجيب واحد من ورا ينفع يلعب وينج اطلعه قدام، او لو الباك اللي ينفع يلعب بوينج هجيبه من بره على طول على وينج، او لو عندي وينج جاهز هلعبه. لكن ما يبقاش عندي وينج زي احمد شريف وانزله يا كابتن معتمد في ماتش زي ده، الواد مش شايف قدامه، مش شايف قدامه حرفيا، لا عارف يقف على الكوره ولا يستلم ولا يباصي ولا يطلع بهجمه، مش عارف. فبالله عليك يا كابتن معتمد انت ومديرين فنيين ما تتعبوناش، وما يعني بصراحه بتعملوا حاجات، يعني حاجات تقرف، بتعملوا حاجات تقرف، وفي الاخر بتعملوا اللي احنا بنقول عليه، في الاخر بترجعوا للصح. الحمد لله 1-0 نتيجه من بق الاسد، مكسب 3 بونت من بق الاسد، الحمد لله. هناك مش عارف هنا بقى معلش يعني هتكلم في حته برضو، ايه الاهلاويه مش عارف مالهم حرمانين قوي ليه، يعني مش فاهم يعني الاهلاويه مالهم، انت تعبان قوي، انا عارف اكيد ان انت تعبان، يعني عارف، وعارف ان انا مسبب لك مشكله كبيره، انا عارف، وعارف ان خروجك بالشكل المهين ده من افريقيا، انت وكل الانديه المصريه التانيه اللي خرجت معاك، المصري وبيراميدز، وجود الزمالك بالذات عامل لك مشكله، انا عارف ان انا طول عمري عامل لك مشكله، طول عمري، حتى وانا في اسوأ حالاتي عامل لك مشكله، انا البعبع بتاعك، انا الزمالك، انا على طول البعبع بتاعك. انت ما بتخافش من اي فريق في العالم قد ما بتخاف مني وبتقلق مني، انت عندك مشكله، عندك عقده اسمها الزمالك، فانت ليه حرمان؟ انت ليه حرمان؟ وايه كميه البوستات اللي على السوشيال ميديا دي، وتمنوا الفوز لشباب بلوزداد، ويتمنوا الفوز، انا كزملكاوي لما بتلعب انت بره مع اي فريق تاني اكيد ما بشجعكش، اكيد ما بشجعش الاهلي، يعني اشجع فيها الاهلي انه يكون بيلاعب فريق من كيان مش مظبوط يعني. ف لكن ان انت تقول لي بوستات بالكميه دي، انا عمري ما الاهلي يكون بيلعب فريق بره واحط له بوست ان انا بشجع الفريق الثاني، مستحيل يعني. انا من جوايا مش عايز الاهلي يكسب، مش عايز الاهلي يكسب، اكيد طبعا مش عايز الاهلي يكسب، وعايز الاهلي على طول يخسر، طبعا. لكن يعني ما بجهرش ده واطلع احط بوست طويل عريض واقول اتمنى الفوز مش عارف لاشقائي مش عارف ايه وبتاع، انت يا ابني تعبان يا ابني، اقسم بالله انتوا فيكوا ناس والله العظيم، ناس يعني ناس تعبانه، والله ناس ما عندها روح، ما عندها ريحه الدم،
ولا ناس عندها رجوله ولا ناس عندها نخوه وحاجه، استغفر الله العظيم. انا عارف ان انت ما بتشجعنيش، انا عارف من غير ما انت تجهر بده وتقول ده، انا عارف ان انت ما بتشجعنيش، لكن ما تطلعش على السوشيال ميديا بالشكل المقرف ده انت وصفحاتك، بالشكل الفج ده. هاي انا بشجعش بشجع فريق شباب بلوزداد النهارده ويا رب النصر شباب بلوزداد، وايه يا عم كميه القرف اللي انتوا فيها دي؟ ايه كميه القرف ده؟ ايه كميه الحرقان والتعب ده؟ ايه كميه الحرقان والغل من الزمالك اللي عندكم دي؟ حاجه بصراحه، يعني بصراحه انا متفاهم تعبك مني، انا متفاهم تعبك مني، متفاهم ان انت تعبان وعندك مشكله من معايا من زمان، من زمان. انت مش حابب وجود النادي ده، النادي ده بيسبب لك انت مشكله، ان هو النادي الغريم بتاعك، هو النادي الوحيد اللي بيقدر ان هو يتفوق عليك، هو النادي الوحيد في القاره، في القاره اللي بيقدر يتفوق عليك، مش هقول لك في مصر هنا، في القاره تما اللي بيقدر يتفوق عليك نادي الزمالك، هو النادي الغريم فعلا بتاعك. لكن انت يعني انا كزملكاوي اكيد ما بتمناش ان الاهلي يكسب، اكيد ما بتمناش الاهلي يكسب، لكن ما بيوصلش معايا درجه الكره ان انا جاهر اجاهر بالخصام بالشكل ده، واجاهر بالفجور، بفجر بالخصومه. انا يا باشا انا عايز اي فريق يلعبك يكسبك بتاع، ايوه انا ببقى عايز كده برضه، بس ما بجهرش بيها، ما بوصلش لدرجه ان انا اجهر بالكلام ده، لان السوشيال ميديا العالم كله شايفه مفتوح، الناس كلها شايفاها من جميع الجنسيات. فيا ريت التون يبقى هادي شويه كده، فريقك خرج خلاص، ركز في الدوري، ركز في الدوري، انت مركزك صعب انا عارف والامور يعني، بس ركز خليك في فرقتك وركز في الدوري، تمام. واما انت مش عاجبك الزمالك ولا بتتفرج على الماتش ليه؟ والناس اللي طالعه تقول لك اصل البطوله دي بطوله تعبانه، يا عم اقسم بالله الاهلاويه كانوا بيتفرجوا على الماتش النهارده يعني حرمانين اكتر من الزملكاويه ده. ايه يا عم ده؟ الحمد لله والشكر لله. لسه هنا لقاء العودة في مصر إن شاء الله، نتمنى إن ربنا يكملها علينا بالخير بأمر الله تعالى، ويكبر بخاطرنا ويكبر بخاطر الفرقة دي، عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر آه الضغوط والمشاكل اللي تعرضنا لها في الوقت الأخير بصراحة كانت صعبة جدا على أي نادي إنه يتحملها وعلى أي جمهور إنه يتحملها، لكن على قدر الجلد وعلى قدر القوة وعلى قدر الصبر وعلى قدر العافية ربنا بيدي الابتلاء. ونادي الزمالك دايما مبتلى ومبتلى بشدة، لأنه أعظم نادي في مصر وأعظم نادي في إفريقيا، وهو النادي رقم واحد في قارة إفريقيا وفي الشرق الأوسط بالكامل. الحمد لله على اللي احنا وصلنا له النهارده، ونتمنى نكمل ان شاء الله في ماتش العوده في مصر، علشان نقدر ان احنا نلعب بامر الله في النهائي مع اي فرقه بقى هتلعبنا ان شاء الله. انا واثق ان احنا لو وصلنا النهائي بامر الله تعالى البطوله بتاعتنا. وعشان كمان يعني احنا محتاجين للبطولات دي، محتاجين لبطولة زي كده ممكن تدخل للنادي عائد كويس، يقدر انه يساعد النادي يخرج على الاقل من بعض من كبواته اللي موجود فيها، من بعض المشاكل اللي موجود فيها. فاحنا فعلا محتاجين البطوله دي باي شكل من الاشكال، مش محتاجينها عشان خاطر نحط دولاب بطولات وبتاع، لا لا، احنا ما عندناش رفاهيه ان احنا بنزود بطولاتنا احنا عندنا بنتكلم في واقع، احنا محتاجين البطوله دي فعلا فعلا فعلا، عشان احنا محتاجين الفلوس اللي جايه من وراها، محتاجين الفلوس اللي جايه من وراها عشان يرجع الاستقرار تاني لنادينا، ونقدر ان احنا نفك بعض المشاكل اللي علينا من قضايا ايقاف قيد والكلام ده، نقدر ان احنا نبدا ندعم الفرقه بلعيبه. وباي واي برضو يا جماعه الابلكيشن بتاع الزمالك حاجه عظمه كويسه جدا جدا، يا ريت يا ريت لو حضرتك عندك المقدره، لو حضرتك عندك المقدره ان انت تعمل داونلود الابلكيشن وتشترك فيه، دي حاجه تبقى كويسه جدا جدا جدا. الابلكيشن بتاخد فيه خدمه، بتاخد منه خدمه كويسه جدا، وتطلع على الاخبار وتقدر تتفرج على الماتشات يعني، ومبلغ بسيط يعني، مبلغ 50 جنيه، مبلغ مش كبير يعني، تدفع كل شهر 50 جنيه، ده لو حضرتك قادر. حضرتك مش قادر محدش يقدر يقول لك اي حاجه طبعا، اكيد انت بيتك اولى واكيد انت شخصيا اولى، لكن لو قادر مفيش مشكله خالص. انت مش بتدفع ال 50 جنيه دي عشان لعيبه ولا عشان بتاع، انت 50 جنيه انت بتاخد صدقني بيها، بتاخد بيها خدمه من الابلكيشن. انا طبعا لا ليا علاقه بابلكيشن ولا ليا علاقه باي حد من القائمين عليه، ولا ليا علاقه اصلا بالنادي كمشترك او عضو في الجمعيه العموميه، انا خالص انا مشجع عادي زيك. لكن انا بقول لك اللي انا شفته يعني لما نزلت الابلكيشن كويس جدا، مفيد، و 50 جنيه ولا حاجه يعني، يعني بالنسبه للناس اللي هي يعني علبه السجاير ب 70 جنيه و 80 جنيه لو انت بتشرب سجاير يعني، ده في اليوم بتشربها، فابلكيشن ب 50 جنيه في الشهر ولا حاجه. حبيت انوه برضو على النقطه دي قبل ما اختم معاك، والحمد لله والشكر لله تاني على فوز النهارده، ربنا جبر بخاطرنا وجبر بخاطر الجمهور والنادي واللعيبه، الحمد لله تعالى والشكر لله، ومستنيين لقاء العوده في مصر ان شاء الله بامر الله نكسب ونوصل النهائي ان شاء الله وناخد البطوله،
وبامر الله تعالى ربنا برضو يحقق لنا الفوز ونحصل على بطوله الدوري. البطوله دي يا جماعه انا يعني بص، انا عايز بطوله الدوري دي. بطوله الدوري دي بالنسبه لي هي طبعا مش اهم من الكونفدراليه، مش بطوله الدوري بالنسبه لي انا مش اهم من الكونفدراليه، لكن اهميتها بالنسبه لي نفسيه. انا عايز البطوله دي بالذات السنه دي، فان شاء الله باذن الله ناخدها بامر الله، و نبقى حصلنا بامر الله تعالى على البطوله المحليه والبطوله القاريه. وقولي معايا يا رب، ويا ريت في الكومنتات تسيب لي راي حضرتك في اي حاجه اتكلمنا عليها النهارده، في التشكيل، في التغيير اللي عمله كابتن معتمد بنزول بنزول احمد شريف مكان اخوان جزيره. ولو ليك اي راي او ليك اي شيء نفسك تقوله انا تحت امرك، حطه لي في الكومنتات وهتناقش معاك وارد معاك بنفسي. وشكرا جزيلا لذوقكم، وشكرا جزيلا جمهور الزمالك المحترم الشيك اللي دايما في ظهر فرقته، واللي دايما داعم، واللي نادي الزمالك قايم بجمهوره. الحمد لله والشكر لله على جمهور الزمالك وعلى نعمه الزمالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.